السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين ومشاهدين قناة صوت بيجورا تي في، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة والأخيرة من برنامج مواضيع. موضوع الحلقة اليوم: التربية داخل الأسرة. الأسرة ليست مجرد بيت يجمع أفرادا، بل هي بيئة تزرع المبادئ وتغرس الأخلاق. وفي رمضان تجتمع الأسرة أكثر من أي وقت آخر على مائدة الإفطار، في صلاة التراويح، وفي لحظات الدعاء. وهنا تظهر فرصة عظيمة لتعزيز الحوار وتقوية الروابط وبناء الثقة بين الآباء والأبناء. رمضان فرصة عملية لتعليم الأطفال معنى الصبر، قيمة الصدقة، احترام وقت الصلاة، أهمية القرآن، ليس بالأوامر فقط بل بالقدوة الحسنة. حين يرى الطفل والده يصلي ووالدته تتصدق، يتعلم دون أن يشعر من أجمل معاني رمضان أنه يعيد الدفء للعلاقات، زيارة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، التسامح وإنهاء الخلافات. رمضان فرصة لتصفية القلوب ولإحياء روح المحبة داخل الأسرة وخارجها. السؤال المهم: بعد نهاية الشهر هل ينتهي التغيير بانتهاء رمضان؟ التربية الحقيقية هي أن نحمل معنا القيم التي تعلمناها ونجعلها أسلوب حياة دائم. رمضان بداية وليس نهاية. وفي الختام لهذه الحلقة نكون قد رافقناكم في 4 محطات من برنامج مواضيع خلال شهر رمضان المبارك. رمضان عبر التاريخ، الحضارة والقيم الإنسانية، الروحانية وإصلاح القلب، التربية داخل الأسرة. نسأل الله أن يكون هذا البرنامج قد حمل رسالة نافعة وكلمة صادقة وقيمة تبقى في القلوب. شكرا لكم على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء قريب في برامج جديدة على قناة صوت بيجورا تي في. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.